السلام عليكم ورحمة الله. الشيء المضحك صراحة، السلفية قالوا نريد تعليمكم التوحيد. أنا عندي مضحك هذا صراحة. السلفية الوهابية للفرقة هذه عمرها قرنين من الزمن بيتعلم المسلمين التوحيد. نشوفوا التوحيد تاعهم، احنا ما نستكبروش، لا نستكبر على الدليل، والتوحيد مهم وهو أصل الأصول. لذلك نرى توحيدهم الذي لا نعرفه. التوحيد، تعريف التوحيد عندهم ترجع إلى مفيد المستفيد أو شرحه لشرحه الفوزان تاع محمد بن عبد الوهاب. كتاب مفيد المستفيد هذا مؤلف، تجد تعريف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. حسنا، وهذا التوحيد توحيدهم هذا له 3 أقسام: ربوبية، ألوهية، وأسماء وصفات. لكن عندما تقرأ في الأقسام في توحيد الألوهية النوع الثاني، القسم الثاني، تجده أيضا إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالدعاء، الذبح، النذر، استعانة، راهم يعرفوها، هذو عبادات. كيف تعرف التوحيد كامل بكل أقسامه هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الألوهية الذي هو قسم فقط أيضا إفراد الله بالعبادة. هل عندكم التوحيد قسم أو قسمين أو 3؟ المعنى نفسه، التوحيد كامل وتوحيد الألوهية بنفس المعنى. هذا بيتعلمون للناس التوحيد، هذا توحيد. أول خطأ، القسم نفسه الكل، الجزء أصبح كل. الآن تذهبون لمراجعة توحيدكم المبتدع. ويجب معرفة كم قسم لديكم. عودوا أو أعيدوا من البداية، فأنتم من لستم على التوحيد. وأصلا المناقشة في التوحيد تنزلا فقط. هذا التوحيد بهذه الأقسام مبتور عن السلف وعن القرون الثلاثة الأولى. أن تجده لا عند النبي صلى الله عليه وآله، ولا عند الصحابة، ولا عند التابعين وأتباع التابعين. هذا باختصار، هذا تنزلا رانا نناقشوا فيكم على هذا التوحيد المبتدع تاعكم، هذا الثالوث اللي قسمتوه ل3. وتسقسي طفل صغير تسأله ما هو عكس التوحيد، يقول لك التقسيم، وانتم ما قسمتوا التوحيد. هذه لغويا وتهدم لكم التوحيد تاعكم هذا تاع النصارى. كما رأينا أن التوحيد كامل، وقسم منه هو توحيد الألوهية بنفس المعنى. لاحظت الترقيع جو في هذه الأيام بعد ابن عبد الوهاب النجدي، خرج واحد الشيخ يسموه، يعرفوه هما، يسموه عبد الرزاق البدر ولا هكا. هذا بغى يرقع، عرف باللي التعريف تاع الشيخ تاعو خاطئ. قال لهم تعريف التوحيد هو إفراد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته وعبادته. سما بيرقع، بيجمع قاع الأقسام ليصبح المعنى على حسب الأقسام، لا يوقع خلل. هنا إذا قبلنا هذا الترقيع، أولا لقد خطأه الشيخه النجدي ومن تبعه. إلا درنا
أخذنا بمقولة عبد الرزاق البدر في آخر الزمن، يسمى ابن باز، ابن العثيمين، ومن قبلهم إلى محمد بن عبد الوهاب، كلهم ماتوا ولا يعرفون التوحيد. إلا قبلتوا هذا الترقيع تاع عبد الرزاق البدر. اثنين، إلا قبلتوا هذا الترقيع تاني يجب أن تغيروا معنى كلمة التوحيد. لن تصبح لا معبود بحق إلا الله. يدخل أفعال الرب كالخلق والرزق والأسماء والصفات أيضا. راكم في مشكلة صراحة. ولا تبقاو على المعنى تاعكم المبتدع ومازال الخالة ثاني. توحيد الألوهية هو نفسه التوحيد كامل، والأقسام الآخرين قسم الربوبية وقسم الأسماء والصفات يطير ينتفي. مشكلة صراحة. هذه هي البدعة. تصيب فيها بسؤال سؤالين تسقط، بصح كون جات سنة لا تسقط. ويزيد يقول لك السلفي احنا أهل الدعوة وندعو الناس ووجوب الدعوة. به تدعي انت ماك عارف إلا التوحيد عندك قسم ولا قسمين ولا ثلاثة، المعنى خاطئ. اللي رقع جبا يرقع زاد عماها. تعريف معنى لا إله إلا الله خاطئ. يحلون هذه الإشكاليات في التوحيد ومن بعد ادعي الناس. انتم السلفية الفرقة تاعكم هذه ابتدعها محمد بن عبد الوهاب النجدي، عندها قرنين بتولي دين. مكاش منها هذه. هذا أمر مستحيل. سمى السلفي الوهابي عنده خلل في التوحيد وبيعلم الناس التوحيد وبيدعو الناس للتوحيد. هذا المبتدع تاعه سمى ما كفاش راه في ضلالة ومبدل لدين الإسلام، زيد بيولي إمام ضلال، إمام يدعو إلى النار. ويجي بيعلم المسلمين التوحيد. ودي فيري في التوحيد تاعك، التوحيد تاعك غلط. واللي بغى يراجع ماذا قلنا في هذا المقطع يراجع الأدلة. تجي تعريف التوحيد كما قلت لك إفراد الله بالعبادة، تجي توحيد الألوهية أيضا إفراد الله بالعبادة هو نفسه. الترقيع الشيخ هذا السعودي عبد الرزاق البدر سعودي ولا والله أعلم، بحيث أدخل الأفعال والأسماء والصفات يغير أيضا كلمة التوحيد ومعناه. تسمى لا مهرب من هذه البدعة. وفي الأصول، والبدعة في الأصول يعني تبديل الدين، تبديل الملة. ليش نحكوا على قضية الميراث ولا طلاق في الفروع باش نقولوا ابتدع أو أفتى بغير علم أو اجتهد فأخطأ؟ هذه لا، رانا في الملة في الأصول. يا دين الإسلام يا دين الشيطان. هذا بكل اختصار للسلفية اللي بيعلمونا التوحيد. ارجع للتوحيد تاعك وعاود من جديد وادخل للإسلام من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.